شو يا أستاذ وحيد؟ جاهز معنا اليوم للمسابقة؟ إن شاء الله. وإن شاء الله محضر حالك منيح. والله يا أستاذ أنا عملت اللي علي والباقي على رب العالمين. ونعم بالله. بس إن شاء الله ما تكون أسئلتك صعبة يا أستاذ مازن. والله هي بتعود إلك وحسب المعلومات يلي أنت مدخرها بذاكرتك. لا وصلت. عفوا، شو قلت؟ لا ما في شيء، بس عم بقول إن شاء الله. لكن يلا خلينا نبلش. ضروري؟ يعني ما فينا ناخد بريك؟ أوكي، مثل ما بدك أستاذ وحيد. لكن هلأ خلونا ناخد بريك وبنرجع بعد الفاصل. انطرونا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مجددا. جاهز أستاذ وحيد؟ إن شاء الله. حاسك كتير ملبك. لا ليش؟ عادي عادي. واضح جدا انك ملبك. والله يا أستاذ الشي بيلبك وبيخوف. لا الله يرضى عليك، الموضوع كتير سهل وبسيط. هدي لي أعصابك شوي وارتخي. إن شاء الله ما يكون سمعنا أستاذ أحمد. ما علينا. جاهز؟ جاهز، اتفضل. السؤال الأول: شو عاصمة سوريا؟ 1 حلب، 2 دمشق، 3 بغداد، 4 القاهرة. هات جاوبنا أستاذ وحيد. لا هاد سؤال كتير سهل أستاذ، أكيد دمشق. متأكد يا أستاذ وحيد؟ أكيد. ولو بيعجبني يلي واثق من حاله. يا أستاذ أكيد راح عجبك. واضح واضح. إجابتك صحيحة وبتربح معنا $10. شو اسمه أستاذ؟ هيك اسمه، شو اسمه؟ يستر عليك يا أستاذ، أحسن ما يفعطونا هلا. يا ابني أنت هون بلبنان وبقناة عربية وعالمية، مانك بسوريا هلا. أوكي أستاذ، مثل ما بدك، بس أنا والله خفت عليك. إيه لا تخاف علي. السؤال الثاني: جاهز؟ جاهز. أين تقع جزيرة أرواد؟ الجواب: 1 قبرص، 2 اليونان، 3 سوريا، 4 الصين. جزيرة أرواد، جزيرة أرواد. ولو يا أستاذ وحيد، معقولة عم تفكر؟ أستاذ بعرف، أنا بعرف وين، بس نسيان شوي. هلا بتذكر، وبتذكر إني رايح لها كمان. تمام. أين تقع إذن؟ طالما رايح لها أصبح لازم تعرف وين. أكيد بسوريا يا أستاذ. متأكد؟ أكيد متأكد. وشو يلي مخليك متأكد يا أستاذ وحيد؟ لأنه أنا بعمري ما سافرت برات سوريا، هي أول مرة بيجي على لبنان، وطالما أنا رايح لها أصبح هي لازم تكون بسوريا. يا سلام، أنا بيعجبني إنك بتفكر وبتحلل كمان. لكن أستاذ قلت لك أنا راح أعجبك. يعني جواب نهائي؟ إيه جواب نهائي. دير بالك، إذا إجابتك خطأ بتخسر $10 يلي ربحتها. يا حبيبي لا أستاذ، الله يخليك ثبتهم، هدول بيعادلوا عنا بسوريا فوق 150,000، يعني قد راتبي. خلص تكرم عينك، راح ثبت لك إياهم. أنت مصر على الإجابة الثانية؟ إيه أستاذ، أنا مصر وملح كمان. الإجابة صحيحة وصار لك عنا $100. واو، $100؟ فيني انسحب أستاذ؟ طول بالك، لساتنا بالبداية وما فيك تنسحب قبل المرحلة الأولى. يعني فاضل لك سؤالين، وساعتها إن جاوبت على الأربع أسئلة إجابات صحيحة، ساعتها راح نثبت هاي المرحلة وبتكون وصلت معنا $1,000. ألف شو اسمه؟ يا إلهي، يعني هدول 1000 ضعف من راتبي. يعني قديش هدول بيعيشوك بسوريا؟ بقصد كم شهر؟ يعني إذا ضل هذا الشيء اسمه على سعره هلا. لك شو هاد يلي اسمه شو اسمه؟ أستاذ هلا من شوي قلت لك. دولار قصدك؟ أيوة هات، بس والله ما بستجي الفصه يا أستاذ. لك عم اقول لك هون انت بقناة فضائية بلبنان، انت مو بسوريا. والله بعرف يا أستاذ، بس أنت بتعرف الوضع عنا. ماشي، مثل ما بدك. أستاذ إذا ربحت الله يوفقك،
صرفوا لي شيء اسمه على السوري. ما بدي أجي على سوريا ومعي هذا شو اسمه، ما بعرف منين بيصرفوهم أصلا. حول ولا قوة إلا بالله. لكن ابني بالعكس بينبسطوا كتير منك لما تدخل دولار على البلد. أكيد أستاذ. طبعا أكيد. ماشي، ومنين بدي يصرفون بسوريا؟ لك يا ابني وأنا شو دخلني؟ من شي مكان تصريف رسمي. بس هيك راح يخسر يا أستاذ، لأنه سعر شو اسمه بمراكز التصريف الرسمية أرخص من السوق. لا حول ولا قوة إلا بالله على الأنهار. منين جابوا لي المصيبة اليوم؟ عفوا أستاذ، أنا بشو غلطت؟ ولا بشي، خلينا نكفي. ماشي، مثل ما بدك أستاذ. السؤال الثالث. يا مويس، إذا حطينا كيلو قطن بكفة ميزان وكيلو حديد بالكفة الثانية شو راح يصير؟ الجواب: 1. راح تنزل الكفة يلي فيها القطن. 2. راح تنزل الكفة يلي فيها الحديد. 3. ما راح يصير شيء، الكفتين راح يضلوا على نفس المستوى. 4. الميزان راح يخرب. ولي على السؤال، ليش هيك أستاذ بلشت تصعب علي الأسئلة؟ لك هلا هاد صعب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما فهمت السؤال، ممكن تعيده أستاذ؟ يحرق إخت الانهار. تكرم عينك. راح أعيد لك سؤال. أستاذ الله يخليك لا تعصب علي، أنا متلبك شوي، يعني الأسئلة صعبة والجمهور حوالي عم يضحك، كمان هي الإضاءة تبع الاستديو كتير ضاوية، وصوت الموسيقى تبعكم كمان مرعبة. معك حق، ركز معي. راح أعيد لك سؤال. ماشي. إذا حطينا كيلو قطن بكفة ميزان وكيلو حديد بالكفة الثانية شو راح يصير؟ الجواب: 1. كفة القطن راح تميل أو تنزل أو تنخفض، ما بعرف بأي لغة شو بدي فهمك إياها. 2. كفة الحديد هي اللي راح تميل أو تنزل أو تنخفض. 3. راح يتوازنوا الكفتين، يعني ولا كفة راح تنزل أو ترتفع، يعني راح يضلوا على نفس المستوى. 4. الميزان راح يخرب. والله سؤال صعب كتير، فيني أحذف إجابتين؟ تحذف إجابتين؟ طبيعي أنت. طب أنا مو عندي 3 وسائل مساعدة؟ أكيد عندك، بس هدول الفهمانين بيستخدموه للأسئلة الصعبة يلي بمستويات أعلى ومبالغ عالية. ليش هذا السؤال مو بالمستويات العليا؟ وهاد تبع القديش بالشو اسمه أستاذ؟ ولك هاد ب500 شو اسمه، قصدي دولار، بالراب السخن. واو، $500؟ عن جد بتحكي أستاذ؟ $500؟ عفوا شو اسمه؟ هلا ال500 دولار واو؟ لك ابني انت عن جد عم تحكي؟ والله واو كتير يا أستاذ، يعني هدول كمان بيعيشوني أنا وعيلتي نص سنة. طبعا مثل ما قلت لك أستاذ سابقا، هي إذا بقي شو اسمه على سعره، على الرغم من إنه نحن ما بنضمن يضل على سعره 10 دقايق. يعني الإبل 60 كلب كل ساعتين بيرتفع، والنبي كيكي ما بيقدر يرجعه أو ينزله. اللهم جيبك يا بالة الطول يا طولة البال. خلصنا أستاذ وحيد. صحيح انت ليش سموك أهلك وحيد؟ لأنه أهلي اتوقعوا إنه أنا راح أكون وحيد. ليش انت ما عندك اخوات يعني؟ طول بالك أستاذ، جايك بالحكي. تفضل. هلا هن ما توقعوا إنه ما يجيبوا غير أولاد، هن توقعوا إنه أنا الوحيد اللي راح أكون ذكي بين إخواتي، فسموني على اسم جدي وحيد، لأنه جدي كان اسمه وحيد وكان ذكي كتير كتير، فقالوا لحالهم إنه يسموني وحيد على اسم جدي تيمنا إنه أنا راح أطلع ذكي كتير مثله. وهذا اللي صار فعلا، إنه أنا الوحيد يلي طلعت ذكي بين إخواتي، وأنا كمان أذكى من رفيقي فريد. هذا رفيقي فريد. خلاص غلطنا وسألنا. لا عم على المصيبة، إذا هاد أذكى واحد بأخواته كيف التانيين اللي كان؟ خلينا نرجع للمسابقة. شو جوابك السؤال الثالث؟ رقم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ أستاذ كمان أنتوا في عندكم وسيلة مساعدة، الاتصال بصديق. فيني أنا أتصل هلأ بصديقي فريد وأسأله شو الجواب؟ يعني انت هلا بدك تتصل مع صديقك فريد
مشان هذا السؤال، ولك بشرفك، بشرفك إذا سألته هذا السؤال ما راح يبهدلك وراح يسكر سماعه بوشك. لا لا استاذ، انت ما بتعرفه لفريد. فريد انسان كتير مهذب وواعي ومثقف، بيعجبك استاذ. تنعجب فيك الدبب إن شاء الله. اتصل لي فيه استاذ، الله يوفقك الله يوفقك، اتصل لي فيه. راح نتصل لك فيه بس مشان نخلص منك، بس بعد الفاصل. أعطونا فاصل يا شباب، مشان الله فاصل. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مجددا. بناء على طلب الاستاذ وحيد راح نتصل مع صديقه. شفت لي اسمه؟ فريد استاذ، فريد. استاذ فريد مرحبا، معك مازن المفرفح من برنامج مسابقة الدون بعد ما يربح المليون. معنا صديقك الاستاذ وحيد بده يسألك سؤال، قال كتير صعب وانت بدك تساعده مشان يعرف الجواب. معكم 30 ثانية، تفضلوا. مرحبا فريد، كيفك؟ طمني عنك، والله اشتقت لك، من امبارح ما شفتك. طمني عنك وعن الولاد. ولك يا زلمة، ما في معك وقت، فوت بالموضوع، اسأله سؤال خلصنا. أهلين وحيد، أنا بالمشفى بدي أعمل عملية الزايدة، جابوا لي إسعاف على المشفى. طمني شو صار أنت معك بالمسابقة؟ ما هو مشان هيك عم اتصل معك، في سؤال صعب كتير، بدي اياك تساعدني مشان جاوب عليه. هلا وقتك يا زلمة، عم أقول لك أنا بالمشفى موجوع كتير وبدهم يعملوا لي عملية. الله يوفقك، ساعدني، لا تتخلى عني يا فريد، الله يوفقك يا فريد. فريد، فريد، انت معي يا فريد؟ وينك يا فريد؟ للأسف انقطع الاتصال. قلت لك يا زلمة معكم 30 ثانية، رحت بدك تحكي له قصة حياتك، وكمان حظك طلع الزفت مثل اليوم يلي أنا فيه، طلع صاحبك بالمشفى كمان. يضرب حظي شو زفت، طول عمره هيك حظي والله يا استاذ. يلا مو مشكلة، لسه عندك وسيلتين مساعدة، عندك حذف إجابتين وعندك رئيس جمهور. شو بتختار أستاذ وحيد؟ اعطيني اياهم الاثنين مع بعض استاذ، بلكي اربح واخلص بقى. لا ما بصير هيك، رح نحذف لك إجابتين هلأ. مثل ما بدك استاذ، تفضل. هي انحذف لك إجابتين. بي عندك رقم واحد، يعني راح تنزل الكفة اللي فيها قطن، ورقم ثلاثة يعني راح يبقوا على نفس المستوى. هات لنشوف شو رأيك أستاذ وحيد؟ اكيد رقم واحد استاذ، لانه القطن راح يكون حجمه كبير كتير، يعني اكثر من بكتير من الحديد. لك أنا شو عامل اليوم لربي؟ لك ابني، الموضوع بالوزن مو بالحجم. هات كيلو وهات كيلو، العمى يعني افهمها بقى. يعني كيف هيك استاذ؟ والله ما عم افهم عليك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. خلص استاذ، خلص لا تعصب، يعني اللي فهمته منك انه هون كيلو وهون كيلو، بس والله القطن يعني حجمه اكثر بكتير من الحديد. خلص خلص، راح جاوب رقم ثلاثة، على الرغم من انه ماني مقتنع كتير استاذ. والجواب صح، خلصني بقى، يلعن هديك الساعة يلي جابوها فيك لهون. هلا صار إلك عنا $500، وبي عندك السؤال الرابع والأخير بالمرحلة الأولى. طب هيك منيح استاذ، $500، عفوا شو اسمه، كتير ملاح، خليني انسحب استاذ. لك راح اسألك السؤال الرابع وربحك إياه، وكسبك $1000 وحل عن طيبتنا وأخلاقنا بقى. مثل ما بدك استاذ. السؤال الرابع، قديش الساعة هلا؟ الجواب رقم واحد الساعة 8:05، الجواب رقم اثنين الساعة 8:05، رقم ثلاثة الساعة 8:05، رقم أربعة الساعة 8:05. شو الجواب الصح؟ تفضل سيد وحيد. اوف، ليش هدول كلهم مثل بعض؟ والله صعبت علي يا استاذ هيك كتير. وجوابك صح، وألف مبروك عليك $1000. شكرا كتير كتير لمشاركتك. يعني انا جاوبت صح استاذ؟ طبعا طبعا جاوبت صح، بس حل عن سماي بقى. خلص يا شباب، انهوا لي برنامج اليوم، ما راح كمل. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة. هي إذا بقيت عايش، لأنه حاسس بضيقة نفس. الله يستر. إلى اللقاء، إلى اللقاء. الله لا يوفق، الله لا يوفق.